انتشر اليومين اللي فاتوا فيديو لطيف قوي كده لواحد بيصالح واحدة اسمها ندى، فراح جاب طيارة في الساحل وعلق عليها يافطة وقال لها يا ندى أنا بحبك ومن فضلك ارجعي لي. ولقيت بنات كتير عاملة شير وكومنتات لطيفة من نوعية أنا لو ما اتصالحتش كده لا هرتبط ولا هتجوز. وحسيت إن دي حاجة من الحاجات اللي معطلة حاجات كتير قوي في جيلنا، من ضمنها الارتباط وهي التوقعات. والسوشيال ميديا هي سبب أساسي قوي في المشكلة دي، مشكلة التوقعات. كلنا عايزين لما نتضايق نتصالح زي ندى، بس احنا ما نعرفش مين ندى اصلا، ولا مين اللي بيصالحها، ولا هو ضايقها في ايه او اذاها في ايه او جرحها في ايه. بس احنا عايزين نتصالح زي ندى، احنا حاسين ان احنا نستحق ان احنا نتصالح زي ندى. ندى مش احسن مننا في حاجه، بس عارفين احنا عايزين نتصالح زي ندى، بس ما عندناش استعداد ان احنا نتجرح او نتاذي زي ندى. المشكله ان لقطه حلوه زي لقطه الطياره وهو بيصالحها دي بس اللي هتتصور وهتنزل على السوشيال ميديا، بس خناقاتهم مع بعض احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. وقيس على كده بقى كل حاجه على السوشيال ميديا. انت عايز تبقى عندك فورمه فلان بس ما عندكش استعداد انك تتمرن وتلتزم زيه. عايز نجاح فلان بس ما عندكش استعداد انك تشتغل وتجتهد زيه. عايز لما ترتبط تكون زي الكابل الفلاني بس ما عندكش استعداد تواجه الحاجات والتحديات اللي هم عدوا بيها. احنا من الاخر عايزين اللقطة الاخيرة، عايزين الميدالية والتكريم، لكن ما عندناش اي استعداد ننزل ونجري ونتعب زي اللي بيتكرم دوت. احنا كلنا بندور على اللقطة الاخيرة اللي بتنزل على السوشيال ميديا، بس بننسى ان في قبلها 100 لقطة اتاخدت وتعب ومجهود اتاخد بس ما بينزلش وعمره ما هينزل على السوشيال ميديا. فمن الاخر ما تخليش السوشيال ميديا تضحك عليك وتفتكر ان القصة كلها عبارة عن لقطة واحدة بس.